السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي يا جماعة. أم جنة. أم جنة طبعا يا جماعة احنا عارفين اللي هي يعني فيديوهاتها كلها بتدينا طاقة إيجابية جميلة جدا وبنضحك عليها، بالرغم اللي احنا نقدناها كتير جدا جدا، وإن لها طريقة في الأكل وحشة، وكميات الأكل رهيبة، وجسم ولادك بيزيد، وبلاش كده. بس متابعينها هجمونا وقالوا لا احنا بنحبها على كده. لا يا ام رنا، احنا بنحب الست ده على كده وخلاص، وهي كده بتضحكنا والكلام ده ماشي خلاص، ما عدناش بننقد ولا قعدنا بنتكلم، وسيبناها تاكل اللي تاكله وتاكل بالهراشه وتعمل اللي تعمله عادي. حتى بتيجي على الفيديو على التيك توك والفيس بنشوفها، يا مازن يا مازن عارف يا مازن، والناس تقول لها هو مازن شخشخه في ايدك ومازن تبعك. بتضحك الناس وبتجيب لهم طاقه ايجابيه. بس اللي بنشوفه بقى يا جماعة اللي هي اما تيجي بقى بالطاقة الإيجابية، ألاقيها كل حاجة تصورها، مش لدرجة كل حاجة تصورها. يعني انت يعني انت مواجهة برضك كل البلاد بتشوفك. اما يجي مازن عيان وجايبه له الواحد وحاطه له الأكسجين، طب ليه؟ ليه كل حاجة تصورها ليه؟ ما خلاص مازن في أول الفيديو تعبان، ادعوا له بالشفاء وخلاص. هندعوا له بالشفاء خلاص. لكن جايبه لنا مازن حاطلنا الاكسجين ومازن تعبان وتحكي لنا قصه ما كل الناس تعبانين وكل الناس فيهم اللي فيهم خلاص. مش للدرجه دي بقى اللي كل حاجه بنقولها كل حياتنا. زي مره راحت اشترت لحمه، انت واخده سحبه مازن معاك، طب سحبه مازن معاك بتشتري لحمه، يعني الناس ما بتشتريش لحمه خلاص؟ والناس يعني مش عارفين جزار؟ لا يا جماعة تعالوا اشتروا لحمة وقعدلك على الأرض، ومازن اللي قاعد يا مازن هات اللحمة كذا يا مازن، ايه دي؟ فيديو الناس والله العظيم يستنقضوا. ومازن دي خلاص شخشخة في ايدك، لعبة في ايدك، مازن ده خلاص ابنك او بنتك سحباه وراك في كل حاجة. لا انت خليه برضك له شخصيته، يعني مش هو يقولك بقى ده دي ورا الست او تبع الست. لا عيب كده. انا الواحد زعل، كله زعل اللي انت جايبه مازن وانت بتجرب مرضه. واحد، ما احنا كل الناس تعبانه وكل الناس فيها اللي فيها، وكل واحد يجي تعبان اصور لك هو تعبان وحاطط الاكسجين وجاي عامل كده ايه دي؟ الراجل اللي بيحط لك ده مش مكسوف وانتوا بتصوروا كده وقاعدين تتكلموا كده؟ يا جماعه مش كل حياتنا بنصورها علن كده. خلاص انت محتواك الاكل خلاص، اعملي اكل وضحكي الناس عادي، بس مش للدرجه دي. الفيديو كان وحش جدا والله. انت بتجرب بجوزك، يعني انت قبل كده بنتك تعبت ورجلك اتجبست والكلام ده قلنا ماشي خلاص ادعوا لها بالشفاء، لكن وصلت كمان لمازن؟ ايه ده؟ وكل حياتكم كل حاجه. انا حاسه يا جماعه زي واحده مغتربه في فرنسا دي، ما جالها اسهال قالت انا جالي اسهال وخلاص. للدرجه دي واحده خلاص جالها اسهال بتقول انا جالي اسهال، واحده رايحه الحمام انا رايحه؟ عيب كده. مش كل حياتكم كده على علن كده وقدام المتابعين كده، وايه ده؟ والله العظيم جايه زي غاده دي بهردك حوارات، غاده حوارات. لا ده بقى زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي قبل، اللي ما شافوش يشوف عشان قلت القصه كلها هي وزوبه وامير، وانها كل شوفوا في الفيديو اللي قبل كده زوبه وغاده جايه بقى ربنا رزقها من وسع 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 وسع. وقلنا غاده قبل كده يا جماعه، غاده قلت لك كل اهتمامي بقت 24 ساعه على التيك توك، مفيش فضاء. ولا فين ولادكم او الرجاله دي اللي انت قاعده لهم بتذاكروا لهم بتقعدي معاهم؟ جوزك اللي انت متجوزاه ده حتى طلعت اللي هي قالت حامل وعملت بطنها، وسالوها الناس في امبارح على التيك توك قالت انا مش حامل ولا حاجه. طب ليه؟ 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 طب انت بتكذبي على الناس وتقولي حامل ليه؟ جوزك ده اللي هو ما شاء الله بتقولي شغال على طول، انت مش قاعده معاه خالص، مش قاعده معاه خالص، مش مدياله اهتمام خالص. هتطلعي بقى للمره الرابعه وتقولوا لهم انا خلاص زي ما قلت كده؟ بتقلد لولو فاني، بتقول لهم ايه؟ انا مسحوره، انا اتسحرت. سحرتي؟ انا جالي سحر. طب ليه؟ ما انت اللي هتطلقي. انت واحد مش مديله اهتمام وقاعده ولا زمانك بتطبخي، انت قاعده على عربيه الكبده وبس على التيك توك 24 ساعه، يعني لازم هتطلقي. مش مديله اهتمام هتطلقش. وتقول ان على السحر ومش سحر، لا مش سحر، انت اللي مش مديله اهتمام.
حتى المتابعين من كتر ما شاء الله التبرعات اللي بتجيلك، والناس قاعدين يقول لك هيعملي سندوتشات كبده. وقبل كده شوف الفيديو اللي قبل كده قلت لكم الكبده يا جماعه ما تتاكلش، مهروسه بايدها كده و... وبتديها للملاجئ، وحشه جدا. قلت لكم مشاهد جايبه فيديو لها القطط قاعده تاكل من الكبده والسجق كده، كبده من الشارع، ما يصحش كده. وجالك فلوس كتير وتبرعات كتير، جايبه تقول لهم ايه، انا عايزه اعمل، انا محوشه 7000 حد يعمل له عمره. طب ينفع يا حبايبي يا فانزاتي يا كل حياتي، اللي هي تيجي تعمل عمره من فلوس وهي معاها، وهي ما شاء الله يعني حاسه اللي هي عامله كده محوشه كده، يعني تعمل عمره من واحده هتعمل لها عمره؟ هو ده ينفع؟ العمره تستجيب وانت معاكي، وانت واحده هتعمل لك عمره؟ ازاي؟ وتقول لهم انا محوشه؟ طب قلت لها في امبارح واتلغت التعليقات، كانت عامله بس على التيك توك، قلت لها طب وولادك هتودوهم فين يا غاده؟ ما تردش. ولادك هتودوهم فين يا غاده؟ ما تردش. طيب الرجاله الثلاثه اللي انت ام الرجاله، والرجاله الثلاثه اللي انت هتودوهم فين؟ مين اللي هيقعد بهم؟ مين اللي هيهتم بهم؟ العمره اقل حاجه 10 ايام، هي بتبقى اسبوعين، واقل شيء 10 ايام. 10 ايام دي هتودوهم لمين؟ مين هياكل ولادك؟ مين هيحمي ولادك؟ مين هيقعد ولادك؟ ليه يعني؟ ليه؟ ليه هتسيبي ولادك ليه؟ اما العمره ممكن تتعمل في اي وقت، اما حد يعني في تتعمل في اي وقت، اما ولادك حتى في الاجازه، مش دلوقتي. مش دلوقتي هترمي ولادك، ما انت بتربي عيالك هتاخدي عليهم ثواب اكنهم عمره برضك، هتاخدي عليهم ثواب. ولا عايزه بقى تصوري فيديوهات في الحرم وتصوري في الكعبه مع فيديوهات؟ وغير كده واحده تقول لك هات عمره، واحده هتقول لك طب خدي فلوس هاتي، والتانيه خدي فلوس هاتي، والتانيه خدي فلوس اعملي، والتانيه هتلم قد كده من حساب العمره. هل هتنفع العمره؟ مش هتتقبل العمره. عايزه اقول لك عمرتك عمرها ما هتتقبل حتى لو هي جدت بالتبرعات، لان انت عارفه ان انت معاكي فلوس وعيناها، وما شاء الله ربنا رزقك من العربيه دي من تبرعات بالهبل. مش هينفع لك اي عمره خالص، دي اللي عايزه اقوله، مش هينفع لك اي عمره. وحرام عليك تسيب عيالك لاي حد، انت مالكيش حد يقعد بعيالك اصلا، وما فيش حد هيهتم غير ولا هتسيبي جوزك هو كمان هيقعد لك بعيالك؟ هتسيبيه هو جوزك؟ لازم تديله اهتمام شويه، لان انت هتطلقي، يعني هتطلقش. زي لولو فاني برضك يا جماعه، لولو فاني كانت ظلمهم هي الولي، غاده دي مش عايزه، غاده دي كانت ظلمهم برضك، كانت ظالمه الست دي وعايزه تشتهر على حسابها زي ما عملت مع الشيف زوبا كده. هي اما لها اصحاب بتغدر بهم وتروح بقى قلبه عشان تبقى ترند واحاديث، وهي المظلومه زي ماما لولو فاني كده. اما يا عيني برضك قعدت تتكلم وكانت هتجيب له الوليه جلطه وبسببها. لقت فوق لولو فاني بتقول ده انا مسحوره. لولو فاني بتقول لك فعلا انا جت بس وكده، بس هي مش عارفه، هي المفروض لولو فاني برضك غلطانه في الموضوع ده، ومامتها برضك ما شاء الله عاقله وكده. هتلاقي لولو فاني يا ليلى ما تتكلميش، يا ليلى ما تتكلمش، قالت لها انا ما عادش، انا بتكلم وما يهمنيش، انا ما عدتش خايفه من حد. قالت اللي سحرت لي اخت جوزي، اخت جوزي سحرت لي، وهي اللي سحرت لي، سحرت لي وعملت لي السحر. جوزي دلوقتي كاره البيت، كاره سيليا، كارهنا، ما بيقعدش في البيت، احنا حياتنا كانت حلوه. انا جماعه مصدقاها في كل ليله، بصراحه مصدقاها في كل كلمه قالتها، هي بالرغم اللي هي ما قالتش، بس انا مصدقاها في الموضوع ده، لان احنا تعرضنا، مش عايزه اقول لكم، ربنا يأذي المؤذي، ربنا يأذي المؤذي اللي بيأذي حد، يا رب يعمل له اي حاجه سحر، يا رب يتقطع ايده ورجله باذن الله. اي حد يعمل لحد سحر ان شاء الله بحق الايام المفترجه دي، يا رب رجب وشعبان ورمضان يتقطع رجله وايده ان شاء الله باذن الله. اللي يخرب بيوت ويعمل سحر ويأذي حد كده بالطريقه دي، لان في ناس فعلا وعمات ما بتحبش مصلحه حد، ما بتحبش اللي اخوها يكون حلو مع مراته، سعيد مع مراته، بيجيب له مراته، هما ما بيحبوش كده، عندهم كمية غل وحقد بطريقة فظيعة، يأذوا البشر عشان كده. حرام عليكم. انا مصدقة لولو، ولولو بقى انفجرت وقالت
يعني مامتها قالت لها ما تقوليش، بس هي عين انفجرت وقالت، قالت قالت انا خلاص ما عادش يهمني، ما شايفه حياتها مخروبه وهي حامل كمان. لولو حامل في عيل كمان، يعني شوفوا اتنين وهي بتحب جوزها وجوزها كان بيحبها وقصه حب، ما تلاقي البيت اتخرب. حتى اما هي غاده بقى لقت الموضوع ده قالت انا عامل السحر كده، بس غاده باهمالها بصراحه عايزه تقلد لولو فون باي حاجه، لولو فون باي حاجه هي عايزه تقلدها وخلاص. طب التانية يا عيني من السحر حتى خاسه، ممكن السحر هو اللي مخلاها خاسه كده، عشان في سحر بيخسس، في سحر ما عادش زي الاول. طب حرام عليكي، حرام عليكم والله العظيم اللي يخرب بيوت. انا مصدقاها يا عيني اللي هي في كل كلمه هي قالتها. يا رب ان شاء الله زي ما هي قالت بالقرآن وسورة البقرة، بيقول لك 40 يوم، 40 يوم سورة البقرة تقرأها وعلى مية كده بردك وتشرب منها، ان شاء الله اي سحر مع اي حد ان شاء الله بيتفك باذن الله. علاج القرآن جميل جدا جدا. يا رب يبعد عن كل حد ويأذي المؤذي يا رب في الايام المفترجة دي يا رب. زي ما بقول لكم اللي هم ما بيحبوش الخير لحد. ويا ريت الزوج بقى بيفكر اللي اما حياته بتتخرب محدش بينفعه. يعني ما اعرفش مين قال، مين اللي قال، مش عارفه قصه كده. اه اه اخو زاهيه اخو زاهيه افتكر، اخو زاهيه ابو ساجد قال لك انا لما زعلت مع مراتي لقيت كله قاعد يقول لك ايه، ايه هو يلا طلقها، يلا مش عارفه ايه، يلا مش عارفه ايه طلقها، احنا مش هنصالحها وتعالوا معايا نصالحها. قال لا، قال لا انا رحت من ولا احتجت لهم ورحت صالحت المرات، كل واحد عايش حياته الطبيعيه وكله مع مراته، وانا اللي هتحرم من مراتي ليه واتحرم من مراتي ليه؟ يعني انا اتحرم من مراتي وابني ليه؟ وكل واحد عايش حياه طبيعيه ومحدش بينفع حد. انا رجعت لمراتي دلوقتي وسمنه على عسل، انا عايزين نعرف ان مفيش حد اخوات بينفعوا حد، كل واحد عايش حياته، ما بيحبوش الخل لبعض، ما بيحبش اللي انت تكون سعيد، ما بيحبش اللي انت تجيب مراتك تجيب لمراتك حاجه، لبنتك حاجه. هم عايزين انت تحول لهم، هم اللي انت هتجيبه لمراتك تحول لهم، هم عايزين كده وبيخربوا البيوت. عشان كده يا جماعه محدش يصدق اي، عيشوا حياتكم مع بعض، اي زوج ومراته ما يهمكش من اخ او اخت، ما فيش حد بينفع حد. دي اللي انا عايزه اوصله. ويا رب المنتقم يا رب، انا بدعي في الايام المفترجه كل اللي يعمل سحر لحد يتقطع رجله وايده باذن الله، باذن الله. وربنا يسعدك يا لولو يا رب، ربنا يسعدها يا رب ويمنع عن كل اي حد شر باذن الله يا حبايبي. وما تنسوش اللايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.